السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جديد. تمام، لكن الفيديو بتاعنا النهاردة مختلف عن طبعا احنا بنقدم لما بنركب البيبان أو بنركب المطابخ وهي متشطبة عند العميل. لكن النهاردة الفيديو بتاعنا فيديو تعليمي، إزاي لما يكون عندي عمود عند المطبخ في عمدان زي كده ناخد ليه رسمة والركنة بتاعتنا تكون مظبوطة عليه، وبالأخص كمان لما يكون العمود موجود معانا لكن الحيطة مش مظبوطة تماما زي كده زي ما انتم شايفين. هنا الحيطة تمام، قرب شوية. تمام، هنا الحيطة تمام، هنا الحيطة مفتوحة اهي، ايديا محطوطة اهي. طبعا ما ينفعش ان احنا نثبت على هذا الوضع، يعني ناخد مقاسنا المستقيم ناخد 90 عدل وبعد كده نيجي نثبت، لا ما ينفعش النظام ده طبعا. فطبعا النهارده انا حبيت اعمل حاجه مثلا كفيديو تعليمي ان الناس تستفاد منه يعني ان شاء الله، ونحاول بقدر الامكان نوصل المعلومه صح للناس. فالنهارده معايا انا كده بالنسبه للمطبخ اللي انا خدت له الرسمه ومصنعه. ده مصنع طبعا تحت الانشاء، مصنع تحت الانشاء، انني مصنعين في ورشتنا. بس انا حبيت اعمل فيديو بيه. ده المطبخ اهوت، ده الركنه مفيش مفيش فراغ تماما، حاجه يعني ما تذكرش قيمه. بس الظهريه بتاعت الفايبر يعني ده حاجه ما تذكرش. قرب هنا كده، يعني حاجه ما تذكرش خالص قيمه الفايبر بتاعنا اهو. طبعا هنا الحيطه مفتوحه، الجنب الثاني بردك نفس الوضع، الحيطه قافله اهي، الحيطه هنا قافله اهي. طبعا هنا فتحه هنا قافله، فكل زاويه هتيجي تبص تلاقيها مختلفه تماما. انا هي الحيطه بتاعتي اهي لما اجي اركب القطعه اللي جنبها دي، مثلا وانا افترض القطعه اللي جنبها كده خلاص انا ركبتها اهي، خلاص كده قافله معايا اهي، قافله معايا. لكن انا بقى لو ما خدتش على الحيطه هتيجي تبص تلاقي دي سابقه ودي متاخره، هتلاقي في فراغ. فالافضل ان انا اخد على الطبيعه. ده بالنسبه لقطع ارضي مفيش فراغات اهيت والعمود موجود اهو. بالنسبه للقطع المعلق بردك معانا القطعه المعلقه اهيت. ده بالنسبه للقطع المعلق اهي يا جماعه، ده معلق فوق بسم الله ما شاء الله، مقفوله اهيت من هنا. تعالى وريهم من هنا، مقفوله طبعا اهي زي ما انتم شايفين اهي، مفيش حاجه اسمها فراغ. يعني مفيش حاجه اسمها احط ايدي بقى كده، احط ايدي كده، لا دي ما تنفعش كده خالص. لا اهي صبعي حتى مش داخل فيه، صبعي حتى نفسه مش داخل فيها اهو، بسم الله ما شاء الله. دي طبعا بالنسبه للفوق وبالنسبه للمعلق. دي بالنسبه للجنب بتاع المطبخ بتاعنا، جزء من الجنب. هنيجي للجزء الثاني يا جماعه بس دلوقتي. ده بالنسبه للجنب الشمال، عملنا الجنب اليمين الجنب الشمال. هنيجي نبص بردك لو عندي قطعه سليمه اهي، قطعه مستقيمه اهي، هتيجي تبص يا جماعه بص اهي. ده بالنسبه للعمود بتاعنا، بص مفتوحه اهي، ده مفتوحه طبعا لازم ناخد رسمه عليها. هنيجي الجنب الثاني نفس القصه، مفتوحه اهي، مفتوحه من هنا. لا اما لو عملنا على العمود من هنا مفتوحه من هنا اهي، لا دي طبعا ما ينفعش نعمله، ما ينفعش نسيبها كده. فطبعا الركنه بتاعتنا اهيت هيكل بردك احنا خدنا لها رسمه. تعالوا نبص على الركنه بتاعتنا كده. ده بالنسبه للركنه بتاعتنا مفيش فتحات اهيت، مفيش فراغات، والفراغات اللي هنا يعني حاجه بسيطه ما تذكرش. ده هيتعمل مسامير وظهريه، لسه في فايبر هيركب هنا. تمام اهو كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لمطبخنا. ده بالنسبه للمطبخ الارضي، قطعه ارضي. هنجيب القطع المعلق، ده القطع المعلق نفس الوضع، قطع المعلق. تعالى بص هنا، انزل هنا، قطع المعلق مفيش فراغ خالص اهو، تمام مفيش فراغ. ده قطع المعلق بالنسبه لي عشان لما اجي اركب ما يبقاش في فراغ. زي ما قلنا بردك ما ينفعش ان انا يكون في فراغ واحط ايدي كده، لا انا عارف الموضوع كده خلاص. كده بالنسبه لده، كده بالنسبه لده الركنه، ده ركنتنا ديت يمين وشمال. تمام. طيب انا هي مش عاوز تثبت، معلش بقى عشان هي اصغر من الارضي. طيب دلوقتي انا عملت ديت رسم لها رسمه ودي لها رسمه زي ما انتم شفتوا كده، مفيش فراغات مفيش اي حاجه. طب ايه الطريقه الصح ان انا اخد عليها الرسمه عشان ما يحصلش معايا اي عواقب وانا جاي اركب المطبخ يبقى في فراغات، عشان مفيش حد بردك يمسني بكلمه يقول لي لا انت سايب فراغات
اقول له لا الرخام هيداري. طب بالنسبه للي فوق ايه اللي هيحصل؟ هنيجي نرجع تاني نعمل زوايا، نعمل الكلام ده كله؟ لا ده طبعا كلام مش مظبوط ومش منطقي خالص. انا هاي المطبخ عندي الجدران بتاعته مش مظبوطه، البلاط بتاعه مش مظبوط من تحت، من هنا البلاط مش مظبوط، هنا مسافه ضيقه، كل ما بيبعد بيوسع. انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص نهائي. انا كصنايعي في مهنتي الالمونتان مهنه نزيهه ومهنه فيها فن وفيها دقه، فطالما عاوز اطلع شغل نظيف يبقى انا لازم اخد لها رسمه. ما ينفعش ان اخد مستقيمه واجي اركب هنا وبعد كده الزق لها زوايا، اعمل لها رخامه تركب على الارض وفوق الزق لها زوايا واجي احط ايدي منها من تحت. لا الكلام ده طبعا مش هيبقى منطقي ومش هيبقى حلو. ده شغلنا بالنسبه لنا. انا حبيت اعرفكم شغلي بالنسبه ليا قبل ما نصنعه. ده هياكل بتصنع في المطبخ عندي. كده احنا خلصنا اهوت، وريناكم الزوايا بتاعتنا هياكل، مفيش فراغات هنا، مفيش فراغات هنا، العمدان هنا مش مظبوطه، الحيطه مش مظبوطه، الحيطه هنا مش مظبوطه. طيب ايه الطريقه بقى اللي احنا خدنا بها الزوايا وطلعت صح معانا كده؟ طيب هنشيل الحاجات ديت ونوريكم الطريقه اللي احنا عملنا بيها عشان يطلع معانا الموضوع صح وجميل زي ما انتم شايفين، وكل واحد يستفاد من الطريقه بتاعتنا. طبعا ديت الرسمه اللي احنا عملنا عليها المطبخ بتاعنا والركن بتاعتنا. طبعا انا مش عايز اطول عليكم، بس ديت لوح بتيجي من المكتبه عاديه خالص، لوح كبيره متر في متر بتيجي من المكتبه. طيب انا عاملهم اهوت بالنسبه للوحه. انا كده العمود بتاعي اهو، اللوحه بتاعتي اهو كده، العمود بتاعي اهو، ده اللوحه. باجي عند العمود بحط لوحه فوق اللوحه الاولانيه، وبعمل بتني الحته بتاعتي اللي عند العمود وبتني دي كده زي ما هي، وباجي احط اللوحه الثانيه عليها. اصبح اللوحه الثانيه متحط عليها، بحطها على العمود هنا زي ما انتم شايفين، ماشيه مع العمود هنا، ماشيه مع الحيطه هنا اهيت، وماشيه مع العمود، وماشيه مع العمود هنا اهيت، وهتيجي تبص عليها من هنا برضك ماشيه اهيت مع الحيطه. اصبح كده ان انا ايه رسمتي مظبوطه. الحيطه لو مفتوحه هناك هفتح عليها، الحيطه لو مقفوله هنا هقفل عليها. لكن بالنسبه للرسومات اللي انا راسمها بالقلم الرصاص ده، تعالى هنا، بالنسبه للرسومات اللي انا راسمها بالقلم الرصاص ديت، ان كان عدله كده حرف ال او ان كانت زاويه، ده ان شاء الله هنعمل لكم ان شاء الله وبعون الله. هنعمل فيديو تاني ازاي بناخد المقاسات بتاعتنا، وازاي بناخد الاضلاع بتاعتنا شمال ويمين، وازاي بناخد وش الركنه عشان يطلع معانا مظبوط الركن زي ما انتم حضراتكم كنتوا شايفينها. ده بالنسبه للجنب اليمين يا جماعه. بالنسبه للمطبخ الجنب الشمال نفس الوضع اهيت، لوحتين بردك نفس القصه، لوحتين وحطيناهم اهمت على بعض كده، اللوحتين اهمت حطيناهم على بعض. ده بالنسبه للوحتين اهمت. لو جينا بصينا بردك نفس القصه، الحيطه مفتوحه هنا اهيت، لو قرب لو جينا شفنا اللوحه الاولانيه من اللوحه الثانيه، الحيطه مفتوحه هنا يعني هنا يجي 3 سم، هنا ورا سنتي، كل ما بتبعد بتفتح معانا طبعا. هنا بردك مفتوحه، هنا الحيطه زي ما انتم شايفين اهي، العمود ده اللوحه ماشيه مع العمود، ماشيه مع الحيطه اهي، مفيش فراغ خالص. طبعا كل زاويه من الزوايا ديت مختلفه الشكل والاضلاع. هنا الزوايا دي مختلفه بردك، هنا مش زاويه مستقيمه، لا هنا ما هي زاويه مستقيمه، لكن هنا زاويه مستقيمه عشان ده الضلع لازم يكون ده مستقيم، والضلع ده لازم يكون مستقيم عشان القطعه اللي هتيجي جنبه، والضلع لازم يكون مستقيم عشان القطعه اللي هتيجي جنبه. لكن اللي يهمنا في الموضوع كله ان يكون الفراغات اللي هنا متقفله مظبوطه زي ما انتم شفتوا حضراتكم كده. لكن بالنسبه للرسومات اللي احنا بنعملها ديت ان شاء الله هنعمل لحضراتكم ان شاء الله، هنعمل فيديو ان شاء الله واحنا ازاي بنصنع في الورشه، وازاي بنجيب الاضلاع بتاعه الوش ديت، لان دي مش هتبقى 22 ونص نهائي، دي بتبقى زاويه مختلفه عن الزوايا 22 ونص العادي. يعني لما بنعمل ركنه 60 في 60 وزاويه قايمه من ورا بتبقى 22 ونص. لكن بالنسبه لركنه زي ديت الاضلاع بتاعه الوش مختلفه تماما، حتى الظهريات زوايا مختلفه، لان انا لو عملتها زوايا عدله اصبح ان انا لغيت كل الرسم اللي انا عملته، حاجه الاقي فيه فراغات هنا برضه. تمام. ده بالنسبه يا جماعه كده لمطبخنا. ده خشمونيوم ان شاء الله. حبيت اوريكم بس تفاصيل الركن قبل ما تركب.
لان انا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده ان ازاي ما ينفعش ان يكون في ركنه زي ديت كده، ركنه ارضي زي دي كده، ده بالنسبه للركن الارضي فيها عمود زي ده كده، تمام؟ ما ينفعش ان انا احط ايدي كده، ما ينفعش ان انا احط ايدي كده، دي مش منطقي نهائي خالص. اهي اهي قافله، ده قيمه الايه؟ الفايبر، وقافله من هنا. ده بالنسبه لمطبخنا يا جماعه كده. ان شاء الله يا ريت يكون عرفنا نوصل المعلومه صح لاخواننا وحبايبنا اللي في نفس المهنه معايا، على اساس انا بعمل فيديو تعليمي، ويا رب يكون وصلت المعلومه صح لحضراتكم، واتمنى منكم التفاعل معايا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. وان شاء الله هحاول اعمل لكم ان شاء الله فيديو ان شاء الله ازاي بنطلع المقاسات ديت وبنرسمها على الزاويه، على لا مؤاخذه انا اسف، على بسم الله، على اللوحه، وبنقصها على المنشار ازاي. لان زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين دي زاويه مختلفه، دي زاويه مختلفه، دي زاويه مختلفه. دي اللي كونكتور بس زي ما قلت لحضراتكم عشان هي ضلع. ليه؟ هيجي جنبها قطعه مربعه. خلاص كده. بالنسبه لبردك دي كونكتور بردك اهيت مع الوش، عشان هيجي ضلع لازم تكون مستقيمه، ما تكونش ملوحه شمال ولا يمين. هنا بنظبط الزاويه بتاعتنا على الحيطه زي ما انتم شايفين بردك اهيت. هوديها لكم تاني اهي كده، الحيطه مظبوطه تمام اهيت، مفيش فيها فراغات اي حاجه. هنا القطعه العدله هتيجي معاها عدله، بعد اذنك القطعه العدله دي يا احمد. ده بالنسبه للقطعه العدله يا جماعه اهي. مثلا يعني هي مش موجوده هنا، دي مش حتتها، بس بوريكم القطعه العدله اهيت لو جينا حطيناهم مع بعض اهو، تمام؟ مع ان في هنا الحيطه مفتوحه، يعني الحيطه مفتوحه، لا خلاص مفيش فراغ هنا، مقفوله تماما اهيت. ليه؟ عشان انا جبت الركنه بتاعتي مظبوطه. لكن لو انا كنت جبت الركنه بتاعتي مش مظبوطه، هنيجي نبص نيجي نثبت هتلاقيها كده، لازم ابعد كده يبقى في فراغ ورا الركنه. لا كده طبعا ما ينفعش خالص. هو ده الشغل الصح اللي احنا بنعمله، وحاجه بسيطه جدا بالنسبه للوح، مش مكلفه، وحاجه بسيطه جدا واي حد يعرف يعملها، مش انا لوحدي بس اللي اعرف اعملها. بس دي كانت معلومه حبيت اوريها لحضراتكم، ويا ريت ما تنسناش باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله.